بتعرفوا إنه في فنانين كبار عاشوا سنين طويلة بنفس الوسط الفني والجمهور ما كان يعرف إنهم إخوة أو أقارب. وفي نجوم تعمدوا يخفوا علاقة القرابة حتى ما حدا يتهمهم بالواسطة أو يستغل اسم العيلة. اليوم معنا فيديو مليان مفاجآت رح نكشف فيه أشهر الفنانين العرب اللي جمعهم الدم والفن بنفس الوقت، وعلاقات قرابة كتير ناس اكتشفتها بالصدفة فقط. وفي أسماء بالفيديو مستحيل تتوقعوا إنهم من نفس العيلة. بس قبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، لأنه المحتوى الجاي رح يكون أقوى بكتير. واكتبوا لنا بالتعليقات مين الفنان اللي انصدمتوا لما عرفتوا مين كريبو. خلونا نبدأ. أول مفاجأة معنا نجمتين سعاد حسني ونجاة الصغيرة، الثنائي اللي صنع جزء ضخم من تاريخ الفن العربي. كانوا أخوات فعلا، ورغم شهرتهم الكبيرة كتير ناس لليوم ما بتعرف هالمعلومة. نجاة صغيرة تألقت بالغناء الكلاسيكي، بينما سعاد حسني تحولت لأيقونة بالسينما المصرية، وكل واحدة صنعت مجدها بطريقتها الخاصة لدرجة إنه الجمهور ما كان يربط بينهم. من الزمن الجميل كمان فيروز الطفلة ونيلي كانوا شقيقات، والأغرب إنه الفنانة اللي بلبها بتكون ابنة خالتهم. يعني عيلة كاملة عاشت بالفن والرقص والاستعراض والتمثيل من أوسع أبوابه. نيلي اشتهرت بالفوازير والاستعراض، ولبلبة دخلت الفن وهي طفلة صغيرة جداً، بينما فيروز كانت من أشهر نجمات السينما بطفولتها. أما العلاقة اللي كتير ناس بتنصدم منها فهي بين الفنان شريف سلامة والفنانة منال سلامة. رغم إنهم إخوة إلا إنه اختلاف الملامح بينهم خلى كتير جمهور ما ينتبه لهالشيء أبداً. شريف سلامة لمع بالدراما الحديثة، بينما منال سلامة كانت من أبرز نجمات التسعينات وبداية الألفينات. ومن العلاقات الفنية الشهيرة الفنان حسين فهمي هو شقيق الفنان مصطفى فهمي. الثنائي يعتبر من أشهر الإخوة بتاريخ السينما المصرية، وكل واحد منهم صنع نجوميته بطريقته الخاصة. الغريب إنه كتير ناس كانوا يعتقدوا إنهم مجرد أقارب بعيدين بسبب اختلاف شخصياتهم وأدوارهم الفنية. أما المفاجأة الكبيرة فهي إنه الفنانة غادة عادل هي ابنة شقيقة الفنانة المعتزلة شمس البارودي. ورغم شهرتهم الكبيرة نادرا ما كانوا يحكوا عن الموضوع بالإعلام. شمس البارودي كانت من أشهر نجمات السينما قبل اعتزالها، بينما غادة عادل أصبحت من أهم نجمات جيلها بالكوميديا والدراما. ومن العلاقات اللي ناس كتير ما كانت تعرفها الفنانة شريهان هي الأخت الصغرى للموسيقار الراحل عمر خورشيد. الثنائي ترك بصمة ضخمة بالفن المصري، كل واحد بمجاله. عمر خورشيد كان أسطورة بالجيتار والموسيقى، بينما شريهان صنعت حالة خاصة بالفوازير والاستعراض والتمثيل. أما الفنان عمر مصطفى متولي فهو ابن شقيقة الزعيم عادل إمام، وكتير ناس كانوا يلاحظوا الشبه بطريقة الأداء والكوميديا بينهم، لكن ما كانوا يعرفوا إنهم أقارب فعلاً. وعمر دائماً كان يحكي إنه وجود اسم عادل إمام بحياته كان نعمة وضغط بنفس الوقت. ومن العائلات الفنية الضخمة عائلة الفنانة ناهد السباعي. ناهد هي حفيدة النجم فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وخالتها الفنانة رانيا فريد شوقي. يعني الفن موجود بالعيلة من كل الجهات تقريباً. أما الفنانة دنيا سمير غانم فهي شقيقة الفنانة إيمي سمير غانم، وطبعاً بنات الأسطورة سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز. العائلة كلها تحولت لواحدة من أشهر العائلات الفنية بالعالم العربي، خصوصاً بعد النجاحات الكبيرة اللي حققتها دنيا وإيمي بالكوميديا والدراما. ومن العلاقات اللي ناس كتير ما بتعرفها الفنانة أمينة خليل هي ابنة شقيقة الموسيقار يحيى خليل. ورغم إنها دخلت الفن بعيد عن الموسيقى بالبداية، إلا إنه واضح إنه الجو الفني كان حاضر بحياتها من طفولتها. أما الفنان أحمد رزق فكتير ناس ما بتعرف إنه زوجته هي شقيقة الفنان عمرو يوسف. يعني في علاقة عائلية بين نجمين من جيلين مختلفين نسبياً بالدراما المصرية. ومن المفاجآت اللي انتشرت بقوة على السوشيال ميديا إنه الفنانة مي عز الدين بتكون قريبة للفنانة زينة من جهة العائلة، رغم إنهم ما اشتغلوا كتير مع بعض. أما الفنانة رانيا يوسف فابنتها نانسي دخلت مجال الأزياء والسوشيال ميديا، والجمهور صار يربط بينهم كتير بالفترة الأخيرة بسبب الشبه الكبير. ومن العلاقات اللي صدمت الجمهور فعلاً الفنانة يسرا هي قريبة ضابط المخابرات الشهير الراحل عمر سليمان.
وكتير ناس ما كانت تعرف إنه في صلة قرابة بينهم بسبب اختلاف مجالاتهم بالكامل. أما الفنانة ليلى علوي فهي ابنة شقيق الفنان الراحلة مديحة يسري من جهة العائلة الفنية البعيدة، وهالشيء انكشف بسنوات متأخرة نسبياً. ومن النجوم اللي عندهم أقارب مشاهير بعيد عن الفنان محمد رمضان تربطه علاقات قرابة بعائلات معروفة بمصر، لكنه دائماً كان يركز على إنه نجاحه جاء من تعبه الشخصي. أما الفنان أحمد حلمي فزوجته طبعاً النجمة منى زكي، والثنائي صار من أشهر الأزواج بتاريخ الوسط الفني العربي، والجمهور دائماً يتابع تفاصيل حياتهم العائلية بحب كبير، ومن العلاقات القديمة اللي كتير ناس نسيتها. الفنانة هدى سلطان كانت شقيقة الفنان محمد فوزي، الثنائي صنع تاريخ كامل بالموسيقى والسينما، وكل واحد منهم كان مدرسة لحاله بالفن. أما الفنانة بوسي ونورة فهم كمان شقيقات، وحققوا نجاحات ضخمة بفترات مختلفة، خصوصاً بالأفلام الكلاسيكية المصرية. من العلاقات الفنية الحديثة، الفنانة هنا الزاهد هي شقيقة الفنانة فرح الزاهد، والاثنتين دخلوا الوسط الفني والسوشيال ميديا بقوة خلال السنوات الأخيرة. أما الفنان أحمد السقا فزوجته الإعلامية مها الصغير هي ابنة خبير التجميل الشهير محمد الصغير، واحد من أشهر الأسماء بعالم التجميل بمصر. أما الفنانة كارول سماحة فكتير ناس ما بتعرف إنه عندها أقارب بعالم الإعلام والإنتاج بعيد عن الغناء، لكنها دائماً فضلت تبقي حياتها العائلية بعيدة عن الأضواء. وفي نجوم فعلاً قرروا يخفوا علاقات القرابة بالبداية حتى يثبتوا حالهم بدون الاعتماد على اسم العيلة، وفي منهم نجحوا لدرجة إنه الجمهور اكتشف الحقيقة بعد سنوات طويلة. والسؤال اللي بخلي الكل يفكر، كم فنان اليوم ممكن يكون عنده قريب مشهور وإحنا أصلاً ما بنعرف؟ إذا حبيتوا هالفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، واكتبوا لنا بالتعليقات مين أكتر علاقة قرابة صدمتكم بالفيديو. سعد.